اكسترا مهارات، اكسترا حوالي. ادي بقى اللعيب. سيداتي انساتي سادتي، اسعد الله مساءكم بكل خير. اهلا ومرحبا بكم معنا في هذه الامسيه الكرويه التاريخيه التي يحتضنها برنامج اساطير منسيه، حيث نلتقي معا على شاشه اليوتيوب او الفيسبوك وبصحبه اللي بيتفرجوا. هذه الحلقه اعزائي الكرام حلقه مميزه ومختلفه تماما، حلقة اكسترا جمال، اكسترا دلال، اكسترا حواس. ادي بقى الحلقات اللي تعدل مزاج الجمهور. الحلقة مدعمة باكسير من المعلومات الجميلة والشيقة، فاظبط نشنكاه عينك على الشاشة ويلا بينا على الحلقة يا راجل. يوم 26 يوليو 1937 في حي الروضة بالقاهرة اتولد محمد عبد اللطيف الشربيني الشهير بميمي الشربيني، برج الأسد، وهو كمان كان أسد في الملاعب. وما أعتقدش إن ممكن حد ما يكونش سمع عن ميمي الشربيني، قروان التعليق، بس النهاردة هنقول عنه كل حاجة. اتوفى والده وهو 6 سنين وتربى مع والدته وجده. ميمي زيه زي كل النجوم، واللي بنقول كل حلقة بدأ ممارسة الكورة في شوارع الحي مع أصحابه، وفي الوقت ده ابتدى يتردد اسمه بين أهل الحي. ولد موهوب وسريع ومهاري جدا. ميمي كان بيحب الأهلي جدا من صغره، وكان بيتخانق عشان الأهلي، وكان متعصب جدا للأهلي. بدأ مشواره الكروي مع النادي المصري القاهري سنة 1953، اللي قلنا مين بدأ فيه برضه؟ جدع طه اسماعيل. وقلنا في الحلقة بتاعت الشيخ طه ان مين اللي اكتشفهم؟ صح، عبده البقال. وهنا برضو هنذكر ان الزمالك كان مهتم بضمه، بس قدر عبده البقال انه يضمه للنادي الاهلي، وكانت رغبة ميمي برضه هي النادي الاهلي. وبرضه في حته كده صغيره ما ينفعش نعديها، اتخرج ميمي الشربيني من كليه تجاره جامعه عين شمس، بس المفاجاه بعد 12 سنه دراسه. يا راجل ده انت دفعتك بقى عميد الكليه. وفي انتقالات 57 الصيفيه يلبس ميمي الفانيلا الحمراء ويبدا يتمرن مع الفريق لغايه ما يجي وقت مشاركته في اول مباراه. ويوم 13 اكتوبر 57 شارك ميمي في أول مباراة رسمية ليه قدام السكة الحديد. صديقي الأهلاوي، أحب أقول لك قبل ما تسألني إن ميمي الشربيني كان مركزه وينج شمال، وكان مهاري وسريع جدا. عشان كده نقيب النقاد نجيب المستكاوي أطلق عليه لقب النفاسة. بعدها يوم 1 نوفمبر مباراة الأهلي والترسانة، وتشهد تسجيل ميمي الشربيني أول أهدافه مع النادي الأهلي. ويوم 29 إبريل سنة 1958 مباراة الأهلي والزمالك في دوري منطقة القاهرة. وعايزك تلاحظ معايا إن احنا كل مرة بنقول النجوم اللي بنتكلم عنها لازم بتصطدم مع أول ماتش قمة في بداية مشوارها. لما اتصاب أثناء المباراة الأسطورة توتو ونزل مكانه ميمي الشربيني كبديل في أول مباراة قمة يلعبها مع الأهلي، أدى ميمي الشربيني أداء ممتاز وقدر إنه يسجل هدف. كمان الماتش ده كان تتويج الأهلي بالبطولة، وهي أول بطولات ميمي الشربيني مع الأهلي. وفي نفس السنة في بطولة كاس مصر، في الماتش الأول اتعادل الأهلي والزمالك 0-0، وفي الماتش الثاني ينتهي اللقاء بالتعادل 2-2 ويتقاسم الأهلي والزمالك اللقب. ولكن الهدفين بتوع الأهلي اللي سجلهم ميمي الشربيني. وكمان في نفس الموسم الأهلي قدر يحصد لقب الدوري. يعني في أول مواسم ميمي الشربيني مع الأهلي حصل على الثلاثية مع الأهلي، الدوري ودوري منطقة القاهرة وكاس مصر، وسجل 9 أهداف منهم 3 في شباك الزمالك. وميمي الشربيني يا جدعان كان قماشة تانية وصاحب كرافتة من الكرافتات الشيك. ميمي الشربيني في كل مرحلة كان ليه قدوة ومثل أعلى. يعني مثلا في البداية كان متيم بأحمد مكاوي، لو انت ما شفتش حلقة أحمد مكاوي اللي فاتت بعد الحلقة دي روح اتفرج عليها. وبعدها حسين مدكور لغاية ما وصلنا للخمسينات وعينه شافت الأسطورة صالح سليم، واعتبره قدوته ومثله الأعلى، وحبه ليه كان ما يتوصفش. ميمي الشربيني كان أحد اللعيبة التاريخية اللي ينفع تقول عليهم إنه لعيب جوكر. شارك كوينج شمال ووينج يمين وخط وسط مدافع. وفضل ميمي الشربيني متألق مع النادي الأهلي من 57 لحد ما وقف النشاط الكروي في 67، وفضل مع الأهلي ولكنه اعتزل قبل عودة النشاط في بداية السبعينات. لعب مع الأهلي 175 ماتش، سجل من خلالهم 28 جول، وحقق 10 بطولات
بتيشيرت الاهلي. 4 دوري، 3 بطولة كاس مصر، 2 دوري منطقة القاهرة، كاس الجمهورية المتحدة مرة. نيجي بقى المشوار ميمي الشربيني مع منتخب مصر. شارك مع المنتخب الوطني في بطولات كتير، بداية من انضمامه للأهلي سنة 57، أهمها طبعا بطولة الأمم سنة 59 اللي قدر مع زمايله إن هم يحصدوا لقب البطولة. وشارك أيضا ميمي الشربيني مع المنتخب العسكري، وكان أبرز مشاركاته مع المنتخب العسكري ضد ألمانيا. كمان في يناير 1960 تألق ميمي مع المنتخب في لقاء تركيا واللي خلص بالتعادل 1-1. وبعد الماتش ده تحديدا اتعرض عليه من كذا نادي تركي انه يحترف فيه في صفوفه، ولكنه أصر على البقاء مع النادي الأهلي. ودايما كانت جملته المشهورة النادي الأهلي ده بيتي بتتقال. سنة 1964 كان ميمي الشربيني من ضمن 4 استثناهم المشير عبد الحكيم عامر علشان يلتحقوا بالأكاديمية الحربية اللي هي 6 شهور، هو وطه اسماعيل وكمال عثمان وسمير قط. وطبعا ميمي الشربيني كان جايب طبعا مقبول، الراجل مخلص الكلية أصلا في 12 سنة، هيكون جايب إيه يعني امتياز؟ فتم استثنائه من الحتة دي وأخذ الأكاديمية. وبعدها طبعا دارت الحرب، فانضم ميمي الشربيني لسلاح المهمات. بعدها حصلت النكسة، فطلب انه يتنقل للإذاعة والتلفزيون. وبما ان ميمي الشربيني كان احد قادة جيل التلامذة، فالناقد الكبير نجيب المستكاوي برضه لقبه بالألفة، لانه لما توقف النشاط سنة 67 معظم جيله اعتزل. ولكن هو محبش يسيب الفريق في الظروف دي، وما اعتزلش الا لما خلاص كان النشاط بيرجع. حاجة في قمة الوفاء والحب للنادي الأهلي. لعب مع صالح سليم والدزوي وفؤاد صدقي ورفعت الفناجيلي وعادل هيكل وعبد الجليل وتوتو. نيجي بقى لمرحلة ميمي الشربيني ما بعد اعتزال الكورة. سيداتي انساتي سادتي، اسعد الله اوقاتكم بكل خير. معلقكم الرياضي ميمي الشربيني يحييكم من استاد القاهرة، ويسعدني ان نلتقي معا على الشاشة الصغيرة وبصحبة المخرج عادل هلال، بعيدا عن مباريات الدوري العام التي تميزت بالمتعة والإثارة والمفاجآت كعادتها، وتحت شعار لا للإرهاب. النادي الاهلي يا سلام، ادي خالد بيبو جاب الموقف حلو، وانفراد يحط وراس رئيسه حلوه ورجع ورا راجل، هوب هوبا جول جول. صنداي يعطي الاذن لقدمه اليسرى لتصل في الاضواء 12 شقلبه في الاول شقلبه. في أكتوبر سنة 1971 تولى تدريب نادي النصر الإماراتي لغاية نوفمبر 1975، وبعدها من أول موسم 76 تولى قيادة المنصورة وقدر إنه يحقق معاهم المركز الرابع في الدوري. وبعدها مسك غزل دمياط في الثمانينات، وبعدها راح الاتحاد في الجهاز الفني مع المدرب الإنجليزي هيرست، وبعدها بيرجع تاني لغزل دمياط. وفي فترة التسعينات مسك قطاع ناشئين النادي الأهلي لفترة طويلة، وأثناء محطاته التدريبية كان في طريق تاني بيترسم، طريق هينتج عنه نجم لامع في سماء مصر ولسه بيلمع لغاية دلوقتي وهيفضل يلمع. وفي مرة ميمي الشربيني كان قاعد مع الأستاذ حمدي الكنيسي، فكان الأستاذ حمدي معجب بطريقة كلام ميمي الشربيني عن الكورة وسلاسة سرده للأمور وخفة دمه، فاقترح عليه هنا إنه يشتغل معلق. وبالفعل سنة 1976 في شهر فبراير اتقدم ميمي الشربيني للاختبار في الإذاعة ونجح في الاختبار. ترجع تاني لأحمد، واحمد عرضية هوبا حط يا راجل، يا تاني لسه، يا الحق جول جول جميل 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 جميل. يا عالكورة، يا عالكورة وحلاوتها، يا عالكورة وصريحها، يا سلام يا عمرو يا زكي. بس برضه كان في اتفاق بينه وبين الأستاذ حمدي الكنيسي إنه هيعلق على مباراة الأهلي والزمالك تحت 20 سنة اللي كانت مقامة جوه النادي الأهلي، والاتفاق إنه هيعلق على المباراة وهنسجل التعليق واللقاء مش مذاع أصلا علشان يجي الأستاذ حمدي بعد كده يقيم أداؤه. فبدأ ميمي التعليق وحط الأستاذ حمدي مسجل الصوت جنبه، وانطلق ميمي الشربيني، وانطلق كصاروخ انطلق من قاعدته وقضي أمره. مفيش حاجة هتقدر تعترض طريقه أو توقفه. بعد ما خلصت المباراة قعد الكنيسي يسمع التعليق، ومن شدة انبهار الكنيسي نادى على كل اللي حواليه عشان يجوا يسمعوا اللي بيقدمه ميمي. ويوم من بعد يوم ونجم ميمي بيعلى في سماء التعليق، إلى أن وصلنا إلى سنة 1986 كاس العالم في المكسيك. كان المفروض إن علي زيور هو اللي هيسافر عشان يعلق. قبل السفر بيوم علي زيور اعتذر، فلجأوا
لميمي الشربيني: يا ميمي جاهز تسافر بكرة؟ قال لهم: شنطتي على السلم. طب ليه ميمي الشربيني خصيصا؟ ميمي كان عامل لنفسه أرشيف لكل أخبار الرياضة، كل الصحف والمجلات عمك ميمي كان بيجمعها ويأرشف البيانات واللقاءات والأخبار والحوارات، فكان أرشيف ميمي الشربيني الخاص مليان بكل حاجة. وكمان من مميزات ميمي الشربيني كان بيقعد يحضر 3 أيام قبل أي مباراة. موقف كده هحكيهولك عن ميمي الشربيني وقت ما كان ماسك قطاع الناشئين في الأهلي. كان وقتها حسام غالي مقدم في اختبارات النادي، واختاروا ميمي الشربيني وأعجب بموهبته جدا، ولكن كان في مشكلة: سن حسام غالي ما كانش ليه فريق، فأصر ميمي الشربيني انه لازم يفضل جوه النادي، وقال له: هتقعد ومش مهم تلعب، ما انت هتلعب بعد كده في فريق الشباب، بس انا مش هسيبك تمشي ومش هتروح مكان تاني غير الاهلي. ورغم مهاجمة عدد كبير لميمي بسبب اصراره على ضم حسام غالي الغير مفهوم ده، الا انه تمسك بقراره، وبالفعل فاضل حسام غالي بفضل ميمي الشربيني. وكذلك عماد متعب برضه، لما اتأخر عن ميعاد اختبارات الأهلي فراح لميمي الشربيني في فيلته الخاصة في جمصة، وبالفعل ساعدوا ميمي الشربيني انه يخوض اختبارات النادي، واعجب بموهبته جدا وصمم انه يكون موجود جوه النادي الاهلي. 2 لعيبه من اساطير الاهلي، لولا ان ميمي الشربيني كانت دماغه قاريه الموضوع صح كان ممكن يكونوا بيمثلوا فريق تاني غير النادي الاهلي. وده ميزه ان يكون عندك كادر ماسك قطاع يقدر يصمم على لعيبه وقت ان كل اللي حواليه شايف الامور مختلفه، وفي النهايه يكون هو الصح. ميمي الشربيني الكوره سرقته، ومن كتر سفره من مكان لمكان وانشغاله في التركيز على شغله خلاه يختار انه ما يتجوز، او خلى الجواز ما يختاروش، وكل ما يتسأل يقول انا اتجوزت الكوره. كمان ميمي الشربيني ظهر في بعض الافلام كمعلق لمباريات، زي مثلا فيلم السيد ابو العربي وصل، اللي لابس نظاره رافع الرايه، الحكم رايح له، الظاهر شايف حاجه احنا مش شايفينها. ميمي الشربيني واحد من افضل اللعيبه اللي جت في جيله، تفوق بشكل كبير على مدار رحلته في الملاعب، وكمان مدرب جيد وقاد فرق وأدى معاهم بشكل ممتاز، ونجم وعلم مميز في تاريخ التعليق العربي. وإن كان للتعليق المصري أهرامات فبدون أي جدال هرم منهم اسمه ميمي الشربيني. ربنا يديم عليك الصحة والرضا ويبارك فيك يا كابتن ميمي. 45 ويا ترى جونزاليز هيدينا وقت بدل ضاع قد ايه لان كان في احداث كتير، وهجمه مرتده والتوقيفه حلوه وحطه يا بيركامبو اللي بالترابيزه على الكل. دينيس بيركامبو يؤكد ان هذا المونديال هو مونديال اللحظات الاخيره. دينيس بيركامبو يتألق ويتجمل ويتألق أعزائي المشاهدين. التوقيفة حلوة يا ابني. دينيس بيركامبو يؤكد نجوميته ويحط كورة جميلة جدا يقلب الترابيزة على الكل.